سامحيني. ولا تسامحك ولا هتعذرك ولا اي حاجه من انت قلتها دي. مش هتعذر. ما هو علشان يعني ايه يعني؟ انا علشان مقدر. اقرا تاني بقى معلش، انا عندي تعليقات بعد اذنك، معلش سامحني يعني. اخر جزء. لا اقرا من الاول تاني. سامحيني عشان حبي لغيرك وان انا مش قادر انساها. سامحيني عشان ببقى في حضنك لكن عايش على ذكراها. ازاي يعني تسامحك؟ ازاي يعني انت بتطلب حاجه صعبه جدا. ما هو علشان هي حاجه صعبه انا حولتها ولما انت مش عارف تنساها وعايش على ذكراها جاي مع دي ليه؟ احتويني لو سمحت الفتره دي. الفتره دي. ولو بكيت مش ضمنها. لو بكيت ما انا حاسس. طبطبي عليا ماشي، مش ضمنها بقى هي ان انت هتاخد سنه ولا شويه صغيرين ما ده حصل. طيب ماشي خلاص انا موافقه. ما ده حصل. انا متزوج وعندي بنت ومتجوز من 4 سنين. ما شاء الله ما شاء الله. ده حصل. فكل ما هو قبل الزواج ورقه واتقطعت وبنبتدي صفحه جديده بضمير. برافو عليك. وبكلام نفذ واتحقق وبوعد صادق، وكنت صادق في ده تمام. وزي اي حد احييك على صراحتك. زي جدا. زي اي حد. كنت في قصصي قبل الجواز صادق فيها. صادق في مشاعري. لما بقول كلمه بحبك كنت بقولها بحقيقه. ولما اتجوزت زوجتي كانت عارفه ده واتأقلمت مع الوضع واخدته تدريجيا وكانت ذكيه جدا. برافو عليها. هي كانت ذكيه جدا. برافو عليها انها قدرت. فكتبت الاغنيه دي وانا خاطب. وانا خاطب اتكتبت الاغنيه دي. فدلوقتي فعلا انا عايز اقول لك ان دي تجربه شخصيه، دي تجربه فعلا حقيقيه يعني. جميل جميل احمد. طيب تحب نتكلم الاول عن المهرجان روح الشباب؟ هي كانت فكرتي ابتدت معايا من 2017. انا كلمنا ايه هو فكره، ايه هي مهرجان روح الشباب؟ مهرجان روح الشباب هو يجمع بين الانشاد والشعر والغنى والتمثيل والالقاء. حلو قوي. بنعمل مسابقات. انا يعني لجنه التحكيم عباره عن حد في الشعر وحد في الغنى وحد في التمثيل بيختبر الناس